عمرك حسيت انك مكسور وموجوع وفيك حاجة غلط بس ما انتش فاهم ليه؟ ده لان اللي بيكسرنا ويوجعنا مش دايما حاجة كبيرة. اوقات الوجع بيجي من تفصيلة صغيرة قوي حصلت لك في توقيت غلط، او ذكرى قديمة افتكرتها هي كانت ذكرى بايخة جدا. لكن بنفس الطريقة برضو الشفاء مش دايما محتاج معجزة. الشفاء ممكن يجي من لحظة محدش يلاحظها غيرك. في حاجة اسمها تريجرز. اللي هي ايه تريجرز دي؟ يعني محفزات او اشارات، حاجات بسيطة كده زي ريحة شمتها، اغنية جميلة، مكان زرته قبل كده. كل الحاجات دي بتفكرك بوجع قديم وتحط جسمك فجأة في وضع اسمه ايه؟ فايت اور فلايت. يا اما تهاجم بعصبية جدا اي حد يكلمك، يا اما تهرب بسكوت من غير ما اي حد يحس بيه. وانت ما انتش فاهم ده بيحصل لك ليه. هي لحظات بتحصل لك. في بقى حاجات تانية اسمها ايه؟ جليمرز. دي لحظات صغيرة بتطمنك، تديك احساس بالامان. كل الحاجات دي لها معنى بيشفيك من اي الم انت كنت فيه. السر انك لازم تبدأ تلاحظ الحاجات دي في حياتك وتسمح لها انها تعالجك وتديك احساس الراحة والامان. ليه؟ لان المخ بيتبرمج من جديد مع كل تجربة بتمر بيها. ربنا قال ايه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني أعلى درجة شفاء ممكن تعيشها في لحظة هي لحظة ذكر وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. مش هتلاقي علاج أحسن من كده. بس كده.